وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيابتان أو فرقان تحاجان عن صاحبهما. فأين أنت يا من تسأل عن القرآن؟ أين أنت يا من تسأل عن كتاب الله؟ لا شك بأنك خاسر إذا لم تقرأ من كتاب الله ولم تحفظ. وفي موضع يقول الله عز وجل عن أناس استحوذ عليهم الشيطان. يا ربي، استحوذ يعني استوى عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الله أكبر، ذكر الله. يصلي الجمعة هون 16 17 20 صف مع اللي برا كلهم بدوا دافشهم مشان ما يفتش 3 دقايق. يا اخي وش العجل؟ مشان الله شو في برا؟ مشان ايش؟ انتظر ياما في الصفوف الاولى حتى يخرج من هو اتى متاخرا. لماذا تستعجل؟ لماذا لا تسبح؟ لماذا لا تستغفر؟ لماذا لا تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله 33 33 33؟ فمن فعل ذلك في عقب كل صلاه محي الذنوب وان كانت مثل زبد البحر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان مش حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. هم ايش؟ أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب الله مفلحون وحزب الشيطان خاسرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يتكلم عن ثيابه وملابسه وطعامه وشرابه وأحذيته وسيارته وأولاده وزوجته وعن أهله ثم يغفل عن ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولا نستطيع أن نحيط بكل الآيات التي تحمل معنى الخسران على أهميتها، فقد قلنا بأنها قاربت 60 موضعا في كتاب الله. لكننا نقول للناس بأن الله يقسم بالعصر اللي هو الوقت في أصح تفسير له. والوقت هو رأس مالك. التاجر بيستيقظ الصبح تروح 4 5000 نص مليون بعض التجار المئات العشرات. الآن رب العالمين يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خاسرين، حتى اللي طلع مسلمون وحتى اللي طلع مليار، حتى اللي طلع مليون مليار. الله يقسم بالزمن اللي هو راس مالك واللي انت بتقدر تشتري بالمال كل شيء الا الزمن. كل مليارات الدنيا لا نشتري بها ثاني من الزمن. يقسم الله بأن الناس جميعا خاسرون باستثناء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان بده برهان. أنت مؤمن وعمرك ما جيت على صلاة الصبح بيجيبوا لك حكي. أنت مؤمن وعندك مال وشربت حج. أنت مؤمن وما بتزكي. الإيمان هو حكيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في حد وسط حدث الحق يا مان بالعكس بشوف 3 إخوانه تجريش يحكي لأنه مات من الشريرات تقطع الأرحام. بشوف 3 إخوانه ما بيحكيش. بشوف بنات خواته ما بيحكيش. بشوف المسلمين يرتكبون المعاصي ما بيدخل. لأنه بيجي بلاء عظيم وأكثر الناس في غنى عن ذلك. أين التواصي بالحق والصبر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كم من إنسان تلهي تجارته وأمواله عن ذكر الله فلا يستجيب لنداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللي بتلهيه أموال وأولاده عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا هو الخاسر. ونختم بقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ كم عمارة معمر 65 صار الرقم عند الله، وكل عمارة 12 شقة. هذا الإنجاز ماشي، هذا إنجاز للدنيا، لكن إنجاز للآخرة أين هو؟ صار معالج مليون مريض، صار مدرس نص مليون طالب، تطلع الفضائيات ويقولوا بيحكي وربما في إخلاص رغبتين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم باسمه الأعظم وبكل أسمائه وصفاته أن يجعلنا من المفلحين وأن لا يجعلنا من الخاسرين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه عزيز رحيم.